أهلا بكم مشاهدينا الكرام على القناتين الأولى والفضائية المصرية. للمرة الأولى بعد طول غياب تابع المصريون إطلالة لم يعتادوها لمذيعة محجبة تظهر عليهم من خلال شاشة رسمية، بل ويسبقها احتفاء من جانب زملاء لها. في البداية أرحب بزميلتي فاطمة نبيل التي انضمت مؤخرا لأسرة المذيعين بقطاع الأخبار، وهذه أولى نشراتها على التلفزيون المصري. ظهور مذيعة محجبة على شاشة التلفزيون الرسمي للدولة اعتبره وزير الإعلام المصري تصحيحا لأوضاع خاطئة وردا لحقوق مذيعات تعرضن طويلا للإقصاء المتعمد. المحجبة ستظهر كما تظهر غير المحجبة، هذه مصرية وتلك مصرية. كان المحجبات ممنوع عليهن أن يظهرن على شاشة التلفاز المصري. وبرغم أن ظهور مذيعات محجبات على الشاشة الرسمية سبقته ولسنوات أحكام قضائية لم تنفذ منحتهن الحق في الظهور بحجابهن، إلا أن ظهورهن في ظل وجود وزير أعلام من جماعة الإخوان المسلمين قد يطرح أسئلة حول وجود اتجاه لأخونة الإعلام الرسمي للدولة. أنا بعتبر وجود وزير إعلام له صفة أو تاريخ سياسي معين قد يحمل في طياته إحدى المؤشرات، ولكن لا يمكن أبدا أن نجعل من هذه النظرة أدلة وشواهد نستبق بها توجهات النظام السياسي في السياسة الإعلامية. هذا الظهور يخلف أيضا ردود فعل متفاوتة لدى الشارع بين مرحب به أو متخوف منه. دي حرية شخصية، زي ما حدش يقدر يفرض على حد الحجاب وما حدش يقدر يقول لحد اقلع الحجاب، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. يعني ظهور مذيعة محجبة على التلفزيون المصري حاجة طبيعية وهي فيها حرية. اللبس ده والتدين ده المفروض ان الانسان كل انسان يلبس اللي هو عاوزه. هو طبعا هو ممكن يبقى الموضوع مقلق شويه لينا كشعب، يعني عشان حاجه ما تعودناش عليها، بس يعني انا بتمنى ان احنا نفضل في حريه شخصيه، لان الموضوع مش مجبرين عليه. يذكر أن قرارا غير مكتوب تم تنفيذه على مدى عقود مضت بحرمان المحجبات من الظهور على شاشة التلفزيون المصري. لسنوات طويلة ظل عدد من المذيعات محتجبات ليس فقط وراء حجابهن وإنما أيضا عن الإعلام الرسمي للدولة، لكن ظهورهن يعكس توجها جديدا يراه البعض انتصارا للحريات الشخصية ويراه آخرون توجها نحو أسلمة الإعلام. عمرو جميل، BBC، القاهرة.